العنوان اللي بغيت نحكيو اليوم هذه باج رسميه ديال التلفزيون الجزائري العمومي الرسمي، باج ديال فيسبوك. انا من المغرب حنها عن طريق في بي ان، يعني نتوما في بي ان ديال هولندا. الا حجزتي في بي ان يعني نحاول نشوفها من المغرب اكتواليتي تبان لي لاباج لا ديسبونيبل. نعاود نهضر في بي ان باش نعرف عندي اي نقاط في العالم من غير المغرب. نديرو فرنسا، اكتبي من فرنسا بحال راك نشوف فرنسا خلاص اكتيفيزي لاباج وضغط على الايامات والجزائر كيعرفوا شنو هي. شوفوا متجاهلين، شوفوا الدار المغرب، شوفوا هذه نقدروا نكملوا الطبيعة مع خلاص يعني دائما بغيتو. شوفوا الفوطو، شوفوا بحال هكا كنت داخل سيدي هذه معلومات الجزائر كتزرعوا فين والله كنت داخل الناس اللي فين كيقولوا لي مزال ما كاينش لا كيدير انت كتعرف العموميه ولا تكنولوجيا هذا هو بعد سنين. شو علاش تسالي على المغرب؟ علاش خايفين يا اخو؟ علاش خايفين؟ مالك يا أخو خايف من المغرب؟ مالك تبون؟ مالك الشنقريحة؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، بديت لكم بهذا المقطع البسيط اللي لقيته في الفيسبوك. مواطن عادي اللي تيبين المخابرات عبلة الزريبة اللي مجورنا، داك التهديدات اللي كديروا لنا نتوما حكا ما حكا الحرب السيبرانية على المغرب ما غتقدوش علينا. واش قد فمكم قد دراعكم؟ حنا عارفينكم تشراق الفم. مواطن بسيط اخترق لكم التلفزيون الجزائري ودايرها في الفيسبوك وقال لكم الناس خايف يا خو. حاجبين المقابلات ديال كأس إفريقيا في التلفزيون الجزائري على المغاربة ووراكم. هذا مواطن عادي، هذا ماشي مجند من المخابرات المغربية أو مجند من طرف سيد عبد اللطيف الحموشي. لا 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 لا، غير كان بينوا لكم على أننا ما غادي تقدوا علينا حتى في شي مجال ولا حتى في شي ميدان. استحالة. 13 القرن ديال التاريخ مع زريبة يلا خدات الاستقلال البارح وماشي حتى استقلال كامل، لا، ما زال تحت الحماية الفرنسية لغاية الآن. الأمن المغربي شد مجموعة ديال الجزائريين اللي داروا الفوضى، بحال دابا هادو اللي خدامين تيقطعوا يعني الأوراق المالية المغربية في الصطاد بعد الخسارة ديالهم. هادو ما هضروش عليهم، ما دافعوش عليهم الكبرانات كما كتشوفوها هما مكتوبة على أن كاع في الصفحات على أن الأمن المغربي شد هادو اللي تيقطعوا الأوراق المالية. هادو ما هضروش عليهم وكأنهم ماشي جزائريين. ايضا شدينا ناس كتار بحال دابا هذا حتى هو منعوه من السفر. شدينا هذاك اللي سرق الطولكي وولكي، هذا واقيلا هو اللي كان يسب المغاربه حدا المطار اعتقد. يعني واحد المجموعه اللي خرقوا القانون. حتى هذا مشدود، ما عرفتش دار بوياك ما هذا اللي سرق الطولكي وولكي ولا. المهم واحد المجموعه ديال الجزائريين اللي الامن المغربي شدوهم لانهم يعني ما احترموش القانون في المغرب وكيدافعوا غير على هذا. باش تشوف الغباء الذي يدرس ديال مخابرات عبلة وديال الكبرانات، غباء يدرس. سمحوا فيهم كلهم والقيامة نايضة على هذا البرهوش هذا الذي تبول في الملعب. واكيد ماشي غير تبول في الملعب، اكيد لقاو عنده شي تهم خطيرة على شدوه، لان داك التليفون ديالو ربما بين على أنه جاسوس ديال الكبرانات. هذا البرهوش هذا. خرجت واحد القناة كورغولية رسمية ديال الصرف الصحي تعلن أن يعني العصابة ديال الهاكر الجبروت تابعة لهم، يعني هما تيفضحوا راسهم براسهم. داكشي باش تنقول لكم غباؤهم يدرس. هاد العصابة ديال الهاكر جبروت اللي كانت من قبل قال لك اخترقت لا سينيسيس. قال لك هاد جبروت اخترقوا الجامعة الملكية لكرة القدم وأنهم كشفوا على مجموعة ديال الملفات ووثائق خاصة باللاعبين ونشروا شي حاجة فيها صورة ديال أشرف حكيمي ولا البطاقة ديالو بحال جوازات السفر ديال اللاعبين المغاربة والعقود ديالهم. شنو غديروا بهم؟ زعما ملفات ديال ملفات صحية أو عقود عمل، بطاقات وطنيه او باسبورات. شنو غديروا بهم؟ زعما كتهدونا، يعني كتهدونا بصريح العباره بلاده تدرس. شنو تيقول هذا التسجيل الصوتي ديال هاد العصابه الهاكر جبروت؟ قال لك في تطور غير مسبوق عادت مجموعه الهاكر جبروت الى الواجهه بالرد على المخزن بعد التجاوزات والتحرشات الخطيره التي طالت المنتخب الجزائري والمناصرين في دوله بني صهيون. ما كاينش شي صهاينه قدكم، ما كاينش شي بشر
أشر منكم نتوما. سبحان الله، من شر ما خلق، هما المخلوقات الكائنات في العالم الآخر في الزريبة. سمعوا قال لك تعلن هاد جبروت، هاد العصابة ديال الهاكرز، اختراق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوصول إلى قواعد بياناتها الداخلية. معنا ما نخبعوا، شنو غديروا باللاعبين؟ واقفين لكم في الحلق. قال لك العقود الخاصة باللاعبين والملفات المتعلقة بالتسيير، التسيير ديال الجامعة ديال القجع، قجع جدبوكم الكلب. قال لك الاختراق جاء عقب ملاحظة أفعال تمس بالمنتخب الجزائري لكرة القدم وتحيز التحكيم ضده. إيوا إذا هنايا لاش الجامعة؟ دابا نتوما اتهام صريح للكاف مباشرة، لاش الجامعة الملكية؟ قال لك إزعاج اللاعبين ليلة مباراة نيجيريا، بالله عليكم عاطينهم 5 إطوال وحراسة مشددة. قال لك ليلة مباراة نيجيريا الجزائريين داروا مظاهرات، داك الهمج ديال الجمهور ياك مشاو حدا الفندق وبداو كيغوتوا. ما عطيتهمش حتى الفلوس، جاو بالجوع كل ما كانوا وكلوهم، ومشاو حدا الفندق وداروا مظاهرات. قالك بغاو التذاكر فابور على صادي. وشكون اللي اعتقكم؟ ماشي الامن المغربي؟ ياك الامن المغربي اللي منعهم من الهجوم عليهم؟ كانت واحد الحراسه مشدده على الفندق ديالهم، والاتحاد الجزائري ديالكم الكونغولي هو اللي طلب الحمايه من الامن المغربي بالليل وبالنهار. دابا واحد الشماعه كيعلقوا عليها الفشل ديالهم في الكره، ويقول لك حقرونا المراركه، حقرونا. قال لك اخوتي، تضييق على الانصار وملاحقتهم قضائيا عن طريق تلفيق تهم وهميه، كون غير ما شفناش بعينينا. انا والله ما كرهت بعد هادوك اللي بداو بحجب صوره جلاله الملك محمد السادس نصره الله، هادوك يمشيو 20 عام بعدا من الاول. لو كون في يدي شي حاجه انا ودي الشنقريحه البوال. قال لك لفقنا لهم التهم، مع ان هادشي كله موثق. اللي سرق الكواري موثق، ما درنا لهم والو. هذاك اللي سرق الطولكي وولكي، هذاك اللي تبول، هذاك اللي كيسب في حدا المطار، ما خلاو ما داروا. قال لك لفقوا التهم. قال لك الحملات الالكترونيه ضد المنتخب والعالم وكل ما هو جزائري. يعني ملي جاو وهما يطفحوا من الماكله ديال المغاربه. كاين شي فريق مشاو ليهم المغاربه باتاي والغاطو وكسكسو، اللي جاو جيعانين، اصلا جاو جيعانين، وكلناهم شربناهم سكناهم، ومازال قال لك لا 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 حنا كنديروا عليهم الحملات الكترونيه. يعني هاد التمزيق ديال الاوراق الماليه ما كاينلاش نشدوهم حنا. السرقه ديال الكرات ما درنا لهم والو. ايوا الطولكي ولكي لا شنو غيدير به؟ والسبان ديال المغاربه والتبول وزيد. ولكن انا اللي تنستغرب له علاش هاد الدفاع على رؤوف بالقاسمي فقط. اذا هاد البوال صفتوه جاسوس وقلتو حيت صغيور باقي جان ما غاديش يشك فيه المخزن، ولكن ربي فضحوه. ما يمكنش تدوز علينا الدكاكه، راه الارض الشريفه، راه بلاد الشرفه، راه اللي حك علينا كيلقانا. علاش هذا بالذات اخوتي الا هو اللي تيدافعوا عليه، وخارجين هاد العصابه الجبروت تيقول لك اطلاق سراح هاد المرهوش على الاخرين. ماشي كراغيله، ماشي جزائريين، حيت متورط، حيت هذا لقاوه متورط، هذا جاسوس ديال مخابرات عبله. زادوا قال لك سيدنا هذه عينة من الملفات التي نمتلكها إن لم يطلق سراح الموقوف الشاب رؤوف بالقاسمي. التهديد دولة على قدها، مملكة على قدها، كيهددونا على بريهش قد هكا. هذا الوحيد اللي خارجين كاع الإعلام الكرغولي والصفحات والقنوات، يعني كل شيء تيقول لك إطلاق سراح هذا، والآخرين مالهم؟ ماشي كراغيلة، ماشي منكم. قال لك الا ما طلقتوش هاد رؤوف البوال غادي نقوموا بنشر بيانات كامله. يلا قال لك اسيادنا دابا كيهدونا، زعما غادي نفضحوكم وغادي لكم على هاد البوال، زعما كتليو لينا يدينا برؤوف وبقيتو تما. قال لك رساله الى القجع
ما القجع قالوا له نمتلك قواعد بيانات متعلقة بأنظمة حساسة بالجانب الآخر من عملك. بشخ يا ليدي، لا فاق لكم من نعاسي القجع اللي قاجعكم. كتهددوا دابا القجع حقه ما حقه على هو اللي يشد هاد البوال. طلق لينا هاد البوال ولا نفضحوك. قالوا له أنت تعلم ذلك، زعما عندك واحد الجانب آخر من عملك. قالوا له ما تختبرش الصبر ديالنا وإلا غتلقى البيانات الحساسة مسربة للعالم، ولا لقيتو ودنيك، لا لحقتو ودنيكم عضوها، ودنيكم عضوها. وزادوا قال لك رسالة إلى القضاء، أتجرؤوه الكراغلة عديم الهوية. قال لك أمامكم 72 ساعة قبل نشر بياناتكم. تهديد للجهاز القضائي يا خوتي، عيني عينك. زادوا قال لك رسالة للحموشي. أيه هذا بس الناس عاوتاني تيهدوا السيد عبد اللطيف الحموشي. قالوا له أنت من لفقت الملف، وأنت من أمرت بحذف أشرطة المراقبة ديال الكاميرات في الملعب. دابا الأشرطة في المراقبة يبرئون هاد البوال، يبرئونه. والسي عبد اللطيف الحموشي هو اللي مسح داك الأشرطة ديال المراقبة الفيديو. قالوا له إلا ما طلقتيش السراح ديال الموقوف رؤوف بالقاسمي، كيجبدوه بالاسم يا خوه، بالاسم، ستجد قواعد البيانات الخاصة بالجهازين الذي تشرف عليهما منشورا للعالم. وقلنا لكم خبطوا راسكم في الحيط. إلا لحقتوا ودنيكم عضوها. ماشي المملكة المغربية الشريفة اللي كتهدد من ملقطين لا هوية ولا تاريخ، تجيو نتوما تهددوا مؤسسات قداش. دابا النظام ديال هاد العسكر ديال الكارطون اللي تتشوفهم شاخرين ما راهمش هنا، هاد العصابة ديال العسكر العجزة الفشلة، قال لك تيهددوا السيد عبد اللطيف الحموشي بجهازيه، علما أن السيد عبد اللطيف الحموشي معروف في العالم كله. العالم يستعين بالأمن ديال السيد عبد اللطيف الحموشي. يا داك العجزة يا العسكر ديال الكارطون ديال الميكا شوية وغادي نقزوا على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن حفظه الله. قالك تسمو توجهوا له رسالة، شوفوا فين نقزوا مخابرات عبلة. قالوا لسمو أجهزتك الأمنية الفاشلة ستتحمل العواقب إذا لم يطلق سراح المعني بالأمر. اللي شكون هو؟ اللي هو البوال رؤوف بالقاسمي، الوحيد اللي كيهضروا عليه، مع اعتذار رسمي. ونعتذروا لهم. قال لك سينتقلون من مرحلة التسريب إلى مرحلة الهجوم على الأنظمة البنكية والبنية التحتية يعني الأنظمة الحيوية. يلا دابا زعما حرب سيبيريانية على المملكة المغربية بصريح العبارة. واش قد فمكم قد كتافكم؟ حنا عارفينكم فيكم غير تشرق الفم، لأن الكلب اللي تينبح ما تيعضش. الكبرانات هنا تؤكدون تورط هاد الكرغولي، هاد البوال، هاد الملقط اللي بعتاتو مخابرات عبلة في شي مصيبة، متورط في شي حاجة مصافطينها الكبرانات. يعني دابا عطيتونا بالهاد التسجيل ديال هاد العصابة ديال الهاكر الجبروت، عطيتونا دليل قاطع على أن هاد رؤوف البوال من جهتكم يعني جاسوس ديال الكبرانات. قلتو صغيور ما غاديش يديوها فيه، وأكيد التليفون ديالو راه عامر لأن فضحتو راسكم. عطيتونا دليل بالخرجة ديال هاد العصابة ديال الهاكر. والله العظيم إلا ورطوا راسكم بالله. وأنا بديت هاد الفيديو بديك المقطع، لأن إلا كانوا الهاكر رحنا عندنا غير في القريعة وفي درب غلاف، هادو غير عاديين، هادو ماشي موجنادين. هذاك الكبرانات ديال الدل والعار. واش يعني قد فمكم ولا غير كتبعبعوا؟ اشنو غديروا بالجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم؟ شنو غتاخذوا منها اللاعبين؟ يلا اخوتي بالله عليكم دابا واش هادو ماشي فضحوا راسهم وفضحوا هاد الدري هذا انه جاسوس ديالهم؟ لان القيامه نايضه غير عليه ونساو الاخرين اللي مشدودين. لماذا؟
حتى التلفزيون الرسمي ديالهم كيطلعوا غير باه، الاخرين ما هضروش عليهم. اذا هناك شيء ما في هذا البوال هذا، ما شدوش غير هكاك ولا ظلموه، لا 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 لا، هذا هو اللي غادي يفضح مخابرات عبله والنظام ديال العسكر البليد اللي البلاده ديالو تدرس في أكبر الجامعات في العالم. خوتي، إلى هنا كتنتهي الحلقة، شكرا لحسن الاستماع وإلى حلقة مقبلة بإذن الله.